لو عايز اتحكم في سرعه الاسطوانه اثناء الفرد، فانا هكون محتاج اتحكم في كميه الزيت اللي رايحه للاسطوانه، وده انا اقدر اعمله عن طريق حاجتين. يا اما اتحكم في كميه الزيت اللي رايحه ناحيه الهيد اند وانا كده اكون بعمل ميتر ان، او اتحكم في كميه الزيت اللي خارجه من ناحيه الرود اند وانا كده اكون بعمل ميتر اوت. هنشوف مع بعض ازاي اقدر اعمل ميتر ان وازاي اقدر اعمل ميتر اوت. دلوقتي عندنا الاسطوانه دي عايزين نتحكم في سرعه الفرد بتاعتها. هنشوف دلوقتي لو شغلت المضخة عادي هيروح لها كل كمية الزيت اللي خارجة من المضخة وهتتحرك بسرعة كبيرة. وعشان اقدر اتحكم في سرعة الفرد بتاعة الاسطوانة ممكن اقدر اعمل ده عن طريق حاجتين. يا اما اتحكم في كمية الزيت اللي داخلة ناحية الهيد اند، او اتحكم في كمية الزيت اللي خارجة من ناحية الرود اند. فاحنا دلوقتي هنبدأ نتحكم في كمية الزيت اللي داخلة ناحية الهيد اند، وبكده يبقى احنا بنعمل ميتر ان. دلوقتي انا هقدر اتحكم في سرعة الفرد بتاعة الاسطوانة عن طريق ان انا اتحكم في كمية الزيت اللي داخلة ناحية الهيد اند. عندي كده الاسطوانه بتتحرك بسرعه قليله، واقدر اتحكم في السرعه بتاعتي عن طريق الخانق اللي عندي هنا، يا اما افتحه يا اما اقفله. كده احنا اتحكمنا في سرعه فرد الاسطوانه عن طريق ان انا اتحكمت في كميه الزيت اللي داخله ناحيه الهيد اند. اعرف اتحكم في سرعه فرد الاسطوانه عن طريق ان انا اتحكم في كميه الزيت اللي راجعه من ناحيه الرود اند. انا كده بضخ كل الزيت اللي خارج من الترومبه ناحيه الهيد اند، ولكن كميه الزيت اللي راجعه من ناحيه الرود اند انا بقدر اتحكم فيها عن طريق الخانق بتاعي.